ازاي استفيد من الانترنت في شغلي ومجالي في تطوير نفسي، يعني تطوير مجال شغلي وكده. الانترنت اكيد طبعا مش معمول علشان بس هو يضيع وقتك. الانترنت معمول علشان طبعا يزود قيمتك ويفيدك، لان هو برضو اداة مفيدة جدا، نفس الموبايل طبعا ونفس باقة الانترنت. واحد اكيد بيطلع لقدام في شغله بشكل او باخر، وكل يوم بيطور نفسه من كورساته ومن مهاراته وكده، وواحد تاني واقف مكانه. الفرق ازاي انت هتستخدم الانترنت؟ طيب، اول حاجه حدد مجالك بوضوح، عشان في ناس كتير جدا مش قادره تحدد هي عايزه ايه او تحدد مجالها. قبل ما تدخل اونلاين اسال نفسك الاول، انا شغلي ايه ومحتاج اتعلم ايه علشان ابقى احسن فيه. او اسال حد مختص، مفيش مشكله. مش لازم تبقى في كل حته وفي كل حاجه، لازم تبقى في الحته الصح وفي الحاجه الصح اللي انت بتحبها وبتعملها وتمارسها. استخدام بقى الانترنت في 4 اتجاهات كالاتي: التعلم الذكي، انك تتعلم مش اي فيديو ولا اي ترند وخلاص، دور على مهارات مطلوبه فعلا في مجالك، ادوات جديده، خبرات ناس سبقوك قبل كده. ساعتها ساعه واحده بس تعلم يوميا بتفرق في سنه كامله. طيب، تطوير شغلك بقى. الانترنت مليان ادوات وتمبلتس او قوالب افكار حلول، حاجات كتير قوي، ملفات تنظيميه، حاجات كتير قوي قوي ممكن تساعدك في القصه دي. اللي بيشتغل بنفس طريقه بقى 2010 و2015 والكلام ده في 2026 هتتعب جدا. خلي الانترنت يخليك اسرع وادق واذكى، ودايما بتتعلم شيء جديد وبتتعلم مهارات جديده. ابني اسمك المهني على الانترنت، يعني اعمل وجود مهني صح، سواء على لينكدين، نزل محتوى في مجالك، شارك افكارك او شارك معرفتك، امثله على شغلك وعلى انجازات في شغلك. مش لازم تبقى مشهور قوي يعني ومعروف، بس كفايه انك تبقى واضح وليك وجود او تواجد على الانترنت. الفرص بتيجي دايما للي باين صح، مش للي قاعد ساكت وما بيتكلمش عن شغله او عن انجازاته او عن مهاراته وكده. افتح ابواب دخل جديده، فريلانس بقى، شغل اونلاين، مشاريع جانبيه ممكن تعملها، عملاء من بره دايرتك بشكل او باخر. مش كل حاجه هتنفعك، بس كل تجربه هتعلمك وهتزود معاك سابقه الاعمال او في البورتفوليو بتاعك. الغلط بقى اللي لازم تبعد عنه، تفضل تعمل سكرولات بلا هدف، تقعد تقلب في الانترنت بلا هدف، تضيع وقت عليه بالنص ساعه وبالساعه وبالساعتين في اليوم، وممكن تستغلهم الاستغلال ده. تتابع ناس ملهاش علاقه خالص بمجالك ولا بمجال شغلك، بتقارن نفسك دايما بغيرك، غيري عمل حاجات مختلفه عن مجالي ووصل ونجح وكسب والكلام ده، وبتستسهل الربح السريع، وده حاجه مش كويسه. الانترنت دايما مش طريق مختصر، هو زي الحياه. هو دايما طريق مضاعف، بيعمل منك حاجه اكبر لو انت فعلا شغال صح وماشي صح. القاعدة الذهبية: استخدام الإنترنت علشان تبقى دايما أفضل في حياتك وفي مجالك وفي مجال شغلك، مش علشان تهرب من حياتك ليه وتضيع فيه وقت وخلاص. الإنترنت مش رفاهية، ده فرصة، فرصة كبيرة قوي، يا تمسكها بوعي يا تسيبها تسرقك. خلي كل دقيقة أونلاين تزود قيمتك مش تضيع عمرك. ولو الكلام ده مهم، شاركه مع حد محتاج يبدأ صح. ودايما بالتوفيق لكم جميعا، وأشوفكم على خير، والسلام عليكم.